أي نصراني موجود معانا خلاص. ويعني أختصر أخش على داود عليه السلام لفقط لضيق الوقت. عندنا صموئيل الأول 25-18 فقال شاول لهم هذا ما تقولونه لداود إن الملك لا يطمع في مهر بل في 100 غلفة من غلف الفلسطينيين انتقاما من أعداء الملك. قال هذا ظنا منه أن يوقع داود في أسر الفلسطينيين. فأبلغ عبيد شاول داود بمطلب الملك فراقه الأمر ولا سيما فكرة مصاهرة الملك. وقبل أن تنتهي المهلة المعطى له انطلق مع رجاله وقتل 200 رجل من الفلسطينيين وأتى بغلفهم وقدمها كاملة لتكون مهرا لمصاهرة الملك. فزوجه شاول عندئذ من ابنة ميكال وأدرك شاول يقينا أن الرب مع داود. صموئيل الثاني وطالت الحرب بين بيت شاول وبيت داود وكان داود يزداد قوة وبيت شاول يتفاقم ضعفا. وأنجب داود بنين في حبرون كان أكبرهم أمنون من أخي نعوم والثاني كلاب من معذرة الاسم أبيجال أرملة نبال الكرملي والثالث أبشالوم إلى غير ذلك والرابع أدنيا من حجيز والخامس شفطية من أبي طال والسادس يسرعام ابن عجلة امرأة داود. يعني شوف كل واحد أنجب يعني كثير أكثر من واحد كل واحد من واحدة غير الثاني. طبعا ده موجود تعدد عندهم. أقول بقى آخر حاجة سفر صموئيل الثاني 5-13 هم يراجعوهم عندهم احنا طبعا كمسلمين مش محتاجينها 5-13 وفي سفر الملوك الأول أيضا رقم 1 وسفر التثنية 21-15 قال إذا كان الرجل له امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة فلا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة على ابن المكروه إلى غير ذلك من الأشياء. يعني أنا أختصر فقط لضيق الوقت. هذا هو موجود عند القوم في كتبهم من ثمك أدينك كما يقول الكتاب عندهم. خلاص هذا سريعا فقط يعني عفوا في 5 دقائق ممكن إخواننا يسمحوا لنا 5 دقائق ممكن الله يبارك فيك. إن شاء الله تعالى سريعا كده زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وما تحدث به الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة صغيرة فما القول في هذا الأمر وما الرد السريع. وأنا أقول السريع وإن شاء الله تعالى يكون لقاءنا معهم على البلتوك يكون يعني أفيد بإذن الله لهم نذكر بالتفصيلات فيها. طيب عائشة رضي الله عنها هؤلاء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من امرأة صغيرة في السن. طيب نقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها إلا بعدما كبر في السن. يعني في سن صباه ما تزوج ببكر وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة صغيرة لكن لما كبر به السن تزوجها. قلنا ابتداء يعني مكافأة لأبي بكر رضي الله عنه. ثانيا أن ذلك الأمر قد أراه النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أراه للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أريتك في المنام مرتين فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال أن يكن من الله يمضيه. ثالثا أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة عائشة كان باقتراح من خولة بنت حكيم. ثالثا أن السيدة عائشة طبعا ده كثير أول مرة يسمعها. سيدة عائشة رضي الله عنها كان أبو بكر رضي الله عنه عرض على جبير ابن مطعم ابن عدي أن يخطبها وكان في شبه خطبة بين ذلك الرجل وبين عائشة رضي الله عنها بين أبي بكر يعني وبين جبير المطعم. لكن لما أبى جبير المطعم في أول أمره الإسلام أبى أبو بكر رضي الله عنه أن يزوجه هذه المرأة التي هي ابنته. أيضا قريش ده بقى أصل إخواننا ياخدون كل الردود أصل معانا. قريش التي كانت تتربص بالرسول صلى الله عليه وسلم هي أكثر الناس حرص على يعني دحض هذه الدولة الإسلامية وعلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذهاب دولته وعلى ذهاب كلمته وعلى ذهاب شريعته إلى غير ذلك من الأشياء. ومع ذلك لم تتكلم ولم يعني تتعرض لهذا الأمر. ما سمعنا أن أبو لهب قال يعني لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتاة الصغيرة. يعني هيا أشيعوا هذا الأمر بين الناس حتى يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يخالف هذه العادات. لما سكت هؤلاء عن هذا الأمر دل ذلك على أن هذا الأمر تزوج الرجل الكبير من المرأة الصغيرة والعكس تزوج الرجل الصغير من المرأة الكبيرة كان متواجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجة وهي تكبره في السن. فلماذا لم تقولوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من هذه الكبيرة تحصينا لنفسه هذا أو هذا جري وراء الشهوات؟ ما قلتم هذا. لماذا قلتم ذلك الأمر مع زواج النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها ولم يقله كفار قريش؟ إن علمت ذلك تعلم يقينا أن كفار قريش
كانوا أكثر علما وفهما ولا شك من كفار هؤلاء هذا الزمان، ولا شك أن ذلك موجود. خامسا أن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تكن أول صبية، يعني ما كانتش أول واحدة صغيرة تزف إلى رجل كبير. طيب ناخد أمثلة. عندنا عبد المطلب رضي الله عنه تزوج من هالة بنت عم آمنة في اليوم الذي تزوج فيه عبد الله أصغر أبنائه من صبية هي في سن هالة، وهي من؟ آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. أدي واحد. اثنين، سيدنا عمر رضي الله عنه تزوج من بنت سيدنا علي بن أبي طالب. طبعا ده رد في مجال تاني إن شاء الله تعالى، لما ربنا يفتح لنا المجال في مجال عند الشيعة. سيدنا علي زوج عمر رضي الله عنه من ابنته، وكانت بنت علي رضي الله عنها صغيرة، وعمر رضي الله عنه كان شيخا كبيرا، فهذا أمر آخر. أيضا عمر رضي الله عنه كان يعرض ابنته وهي شابة على من؟ على أبي بكر وعلى عثمان. كل هذا ورد وكل هذا جاء. معنى ذلك أن البيئة كانت تقر ذلك، فالذي يقر في هذه البيئة لا تأتي أنت وتقول هذا لا يصح. ثم إن النساء في البلاد الحارة إنما تنضج سريعا، على عكس ما كان في البلاد التي فيها برودة أو غير ذلك. وهذا يعني كما قلت رد سريع، مثله يعني في سطر واحد بالنسبة لزينب رضي الله عنها التي تربت ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عمه، تربت أمامه ورأى حسنها، ثم هو صلى الله عليه وسلم يزوجها بنفسه ويخطبها بنفسه لزيد بن حارثة، ثم الله سبحانه وتعالى يريد أمرا ليقضيه سبحانه وتعالى وقضاه، ألا وهو طلاق زينب من زيد بن حارثة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى عشان لا أكثر على إخواني، يعني نجعله في مقدمة الدرس القادم إن شاء الله تعالى كلام عن زينب رضي الله عنها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في ذلك، وأن يوفقنا إلى مزيد من العمل لدين الله سبحانه وتعالى، ومن الزود إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عرضه صلى الله عليه وسلم وعن الله وعن كتاب الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا